بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى 5/4/2026. أنا دلوقتي رايح الجامعة، متوجه الجامعة. تمام. فخليكم معانا في فلوج. إنما اللي صعب قوي إن الإنسان يكون على خلق ويكون خير ويجاهد نفسه ويكبح طمعه. دي هي المسألة الصعبة. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي وإنك لعلى خلق عظيم، فعلا بيتوجه بالشيء الصعب. ما قالش وإنك لعلى علم عظيم، لأن ثبت إن العلم لا هيودي ولا هيجيب. ده العلم ممكن إذا أسأت استخدامه يجيب أجل الكون كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني. طبعا دلوقتي احنا وصلنا الجامعة، والمفروض ان دي حديقة الأزهر، هي اللي على الشمال دي، المفروض ان هي حديقة الأزهر. ودلوقتي المفروض ان احنا لسه خارجين من طريق صلاح سالم. تمام. ودلوقتي اهو متجهين لجامعة الأزهر اللي هي في الدراسة، لأن جامعة الأزهر فيها اتنين، في فرع في مدينة نصر، وفي فرع في الدراسة. اللي احنا رايحين عليه فرع الدراسة، اللي هي فيها كلية لغة عربية وكلية أصول دين وكلية شرع وقانون. لكن بقى الفرع اللي في مدينة نصر طبعا أكبر بكتير كتير جدا. تمام. ففيها طبعا اللي بقى زي هندسة طب وهندسة وتربية وكل طبعا أقسامها. وفيها طبعا طب أسنان وصيدلة وتجارة. تمام. وآداب وتربية رياضية. فطبعا كليه مدينه نصر اكبر بكتير قوي من الجامعه دي، ان الجامعه دي اصلا قصيره. بس انا يعني انا برتاح فيها، يعني برتاح. فيلا بينا، خليكم معايا، واول ما اخش الجامعه اللي هي الفرع الدراسه هوريها لكم. انتظرونا. السلام عليكم. بصوا رجعنا تاني من بصوا بقى رجل فيو جامعه الازهر فرع الدراسه، ان فيها اتنين. هو البتاع بيتهز بس اوكي يعني. في كليه الشرع كلها. تمام. نروح مع بعضينا، هوريكم كلية أصول دين وهوريكم كافيتيريا الجامعة. كلية أصول دين في دخلة تانية بس قدام، اللي هي دي الدخلة دي. طبعا بصوا أصلا مصفين الأرض ازاي، حتة هنا رايقة أوي أصلا. طبعا لأن هنا في طلبة وافدين كتير كتير. طبعا قدام طبعا في مستشفى لينا للطلبة، في مستشفى لينا بتاع الطلبة. السلام عليكم. رجعنا تاني من تاني. كنت بصور أصلا واكتشفت إن أنا ما كنتش بصور. بس ما علينا يعني. المفروض ان احنا دلوقتي طلعنا من المدرج اهو، وانا قاعد اصلا في فيو جامد جدا. الشمس يعني الصراحه الجو ساقع وكده، فالواحد لما بيلاقي شمس فاهمين. فالدنيا بتبقى حلوه يعني. فدلوقتي انا قاعد في فيو جامد اصلا. هوريكم برضه الفيو اللي انا قاعد فيه. قاعد على الشباك وحاطط التليفون عندي على الحيطه. تمام. بتاعت الجامعه يعني، هبقى اوريها لكم بس لما اقلب الكاميرا. المفروض ان احنا دلوقتي في المدرج ومستنيين الدكتور يخش. تمام. انا اصلا بجيب لكم لقطه من الدكتور وهو بيشرح، يعني دكتور احمد رفعت، دكتور من دكاتره محترمه جدا جدا اللي باخد معاها. بجيب لكم بس اذنه طبعا في التصوير، وبجيب لكم لقطه وهو بيشرح. تمام. من ضمن يعني الفلوج. تمام. وان شاء الله يبقى فلوج سعيد يعني. اوريكم برضو دلوقتي اللقطات اللي الفيو اللي انا قاعد فيه. بصوا ده الفيو اللي انا كنت قاعد يعني. انا كنت قاعد حاطط التليفون هنا. انا كنت قاعد حاطط التليفون هنا بصور فيس كام. كنت طبعا قاعد هنا. وده طبعا الفيو. بص الفيو عامل ازاي، يعني متخيلين الجو المنظر يعني عامل ازاي. طبعا هي الشمس. فده الجراج طبعا اللي بتاع الدكاتره اللي بيركنوا فيه عربياتهم. يعني بصوا المدرج قد ايه، يعني حرفيا متعه. ده المدرج كله من اول ورا لغايه قدام. طبعا الشبابيك دي كلها المفروض تتفتح، بس ده المدرج. هو الدكتور بيقعد قدام هنا اهو. وده المدرج ايه بتاعنا. بجد الفيو جامد يعني. فيو جامد جدا. بس برضه الفيو الناحيه التانيه. طبعا هنا المدخل اللي انتم شايفينه ده مدخل الدكاتره. يعني الدكاتره بتخش من هنا بعربيات، بيركنوا عربياتهم هنا. طبعا وده الراجل المحترم الفراش اللي موجود، اللي هو بتاع اللي بيحرس العربيات يعني وكده. حتى في بص في دكتور واقف اهو. في دكتور بص واقف اهو. طبعا ده دكتور بدله دكتور. تمام. فبس ده الفيو. فالامتحانات يعني انتوا شايفين كده. في الامتحانات هبقى بصور لكم برضه فلوج في الامتحانات. عاوز اقول لكم يا لهوي، امتحانات الجامعه كلها ما بيبقاش فيها مكان من كتر طلاب الوقت. هم عاملين زي النمل. طبعا ليه امتحانات طبعا وكده، فكله بيجي مكان دلوقتي. طبعا اللي شغال واللي مش عارف ايه واللي بيشوف مصلحته وكده. فبس هما تشوف بقى الدكتور هيرضى ولا لا. لو الدكتور ريدي هتلاقوا اللقطه نازله مع الفلوج. لو الدكتور ما رضيش هتلاقوا اللقطه مش موجوده. هتلاقوا يعني الحته اللي استاذن فيها الدكتور مش موجوده. اما لو ما لقيتهاش مش موجوده يبقى هو كده ما رضيش. فبس يعني
الجوانب، يعني شفت الهرم تلاقي منحدر الايه. لذلك لما بترجمها للغه الاوروبيه اسمها بيراميدز، يعني بير امواس هي كلمه بيراميدز اللي هي اهرامات باللغه الانجليزيه. طب في اللغه العربيه كلمه هرم معناها اللي هو بلغ درجه من الايه، من الكبر. يعني هذه الشريحه تقول ان لفظ الهرم احتمال من كلمه ايه، من كلمه مصريه قديمه اسمها بي راما اللي هي ايه، او كلمه بر ام ايه معناها بناء منحدر الايه، الجوانب. ومنها اتى كلمه بيراميدز في اللغات الاوروبيه الايه. طب هرم في اللغه العربيه ان هو بلغ درجه كبيره من الايه، من الاهرامات. واضح؟ سهله. ما هو ده شغل الاثار، مش انت جاي الكليه ديت عشان تتعلم اثار؟ اهو. ما هي الاماكن التي بنيت او شيدت فيها الايه بقى؟ الاهرامات تشيد غرب النيل، بل هو بلده في شرق النيل، لا غرب النيل دايما نجد فيها الايه. منين؟ من ابو رواش حتى ميدوم عند مدخل الايه، الفيوم. يعني من عند ابو رواش لحد الايه، الفيوم. الاهرامات اجيتها فين؟ ويجب ان تكون الاهرامات على هضبه، لازم تكون على مكان عالي. ليه؟ لان الهرم ده تقيل ولا خفيف؟ فلازم يكون على هضبه ايه تمتص هذا الايه. تمام. طبعا الاهرامات في ابو رواش، في الجيزه، زاويه العريان، ابو صير، سقاره، الليشت، دهشور بتوع الفيوم في في اللاهون وهواره. اشهر هذه الاهرامات كام؟ الاهرامات الجيزه الثلاثه، خوف وخفرع. وممكن واحد يسالك سؤال عددها كام، اقول له كام؟ لا تقولوش لازم مش 110، لازم تقول الكلمه دي. طبعا سيادتك هتقول لي الله، طب ما عدد الاهرامات؟ هتقول لي هرم زوسر، هم حوالي، يعني كل بناء هرمي عندهم حوالي كم هرم؟ من 110 هرم حوالي. ليه؟ لان سيادتك ممكن نكتشف النهارده مقبره على شكل ايه؟ مش شرط يكون هرم اللي هو، اهم حاجه تكون على شكل ايه؟ هرم. فلسفه بناء او اتخاذ المقبره على شكل هرم. لماذا المصري القديم بنى المقبره بتاعته على شكل ايه؟ خلي بالك الهرم ده مقبره، الهرم مقبره، مركز، الهرم ايه؟ مقبره. اول حاجه انتصار لعقيده الايه؟ الشمس. ازاي؟ قال لك الشمس وهي في السماء، وهي فين؟ في السماء. اتخيل ان الشمس في السماء اهي، بتكون عامله ازاي؟ الشمس لها ايه؟ لها ايه؟ اشعه. قال لك الاشعه دي تنتهي على شكل ايه؟ هرم. بعقيده الشمس بتقول لي ان الايه؟ تنتهي على شكل ايه؟ هرم. الراي الثاني ان عندما تشيد بناء على شكل هرم اعرف ان ضوء الشمس سوف يكون له ايه؟ كل جميع الجوانب بتاعته هتشوف الشمس. انت دلوقتي لو بنيت بيت، شو لو باصص للشرق هيقول لك ايه؟ قبلي ولا بحري ولا ايه؟ فاهم الحته ديت؟ ولو في حتت الشعبيه يقول لك لا، روح تدور على الشقه بتاعتك وقت الظهر. ليه؟ هتشوف الشمس بتدخل ولا لا. تعالى بقى لو بنيت البرج بتاعك على شكل هرم براحتك، وقت شروق الشمس المشرق هيشوف الشمس، الغروب بالشمس المغرب هيشوف الايه، والشمس كده فوق هتلاقي الايه، الشمس مغطيه كل الايه. ان شاء الله البرج بتاعكم خلوه على شكل هرم عشان مش حد يتمرقع عليك ويقول لك لا ده بصه شرقي، ده قبلي، ده بحري، ده ما بيشوفش الشمس. لا الهرم بيشوف الايه. طب ليه؟ لانهم كانوا يعبدون الشمس، فاراد الملك وهو في مقبرته ان ينعم بضوء الايه. 3 زي 4 ان الشمس تشرق على شكل ايه؟ 1 زي 3 ان الشمس بتشرق على شكل ايه؟ شايف الاشعه؟ في فكر المصري القديم ان الشمس في اشعه مخفيه كده، لما تنزل على الارض بتكون على شكل ايه؟ هرم. ربما، كلمه ربما يعني لا يوجد نص بيقول لي لماذا المقبره على شكل ايه؟
ربما أراد الملك أن تشرق أشعة الشمس على هرمه أولا في الصباح الباكر. يعني هو بيعبد الشمس يقول لك أنا أميز إن أنا أول واحد الشمس تطلع إن المعبود 5 تطور تطور معماري. يعني المصري القديم كان بيدفن تحت الأرض، بعد كده مصطبة، بعد كده هرم مدرج، بعد كده الهرم الكامل. أو قال لك ورد في نصوص الأهرامات. إيه هي نصوص الأهرامات؟ قال لك نصوص الأهرامات بتقول إن الملك حتى يصعد للسماء بيصعد عن طريق أشعة الشمس. ده فكره. رأي أخير يقول أنك إذا أردت أن تشيد بناء على شكل هرم بدون أن تستخدم منى، عارف المنى؟ أسمنت ولا أي حاجة، ممكن هذا البناء مع الكتل الضخمة ما يقعش. إزاي؟ أنت شفت بتاع عصير القصب؟ بيحط عصير القصب، مش بيحط لك في الشارع كده العيدان جايه لبعضها كده ورابطها؟ قال لك يبقى غالبا بيبقوا 4 عيدان. ليه؟ إن العيدان كلها مميلة على فما بتقعش. فايه ده بقى الهرم اصلا مثلث ولا مربع؟ لا، الهرم مربع. بروح هناك وهتلاقي الهرم مربع من القاعده بتاعته. مربع منين؟ ما ليها 4 جوانب. انت سيادتك ما بتروحش، واذا رحت ما بتشوفوش اصلا. فوق شويه لف حوالين الهرم هتلف 4 مرات مش 3. الهرم ليه كام جانب؟ 4. فانا دلوقتي ادي جانب اهو، الناحيه الثانيه مميله عليه كده، صح؟ بتسندها. والثانيه ال4 بيسندوا بعض كده، لا يقع الهرم. يبقى يقوم الشكل الهرمي بامساك حجارته مهما بلغ ارتفاعه حتى ولم يكن هناك منى يعني اسمنت، طين. تعالى بقى، احنا اتفقنا لفظ هرم واين توجد ما تنامش، وفلسفه بناء المقبره على شكل هرم. سيادتك هعتبر نفسك الملك خوف. الملك خوفو يا ملك لازم يكون على الضفه الغربيه لنهر النيل. يعني انت سيادتك هتعمل مقبره عشان تتخمد فيها في الاخره، ايه اللي هيحصل؟ لازم تكون غرب النيل. ادي واحد. ليه بقى؟ ان معظم المقابر المصريه، كل المقابر باستثناء مكانين 3 في مصر، خط الصعيد من اسوان لحد الجيزه في الشمال، الدفن في غرب النيل. الدفن في غرب النيل. يعني واحد يقول لك انا هنا انا في الجيزه وعندنا حاجه، اقول له لا، غرب غرب النيل. ليه؟ لان المصري القديم بص النيل اهو، اعتبر ده نهر النيل. بص هنا اعتبر ده نهر النيل. الشرق ده حياه، الشرق ده عاش في الشرق. مات فين؟ اندفن، مش مات يعني هيروح يموت، لا، مقبرته فين؟ ليه؟ الشرق شروق والغرب غروب. الشرق حياه، الغرب موت. اهو اعتقاد ان تقع في الناحيه قال لك الناحيه الغربيه بها هضبه، بها هضبه تستحمل ارتفاع بناء الهضبه. كمان الهضبه دي بترتفع فجاه، لذلك بنقول عليها هضبه الاهرامات. لو انت رحت هناك ودخلت بوابه الهرم من عند نزله السمان المدخل القديم، هتلاقي نفسك طالع مش قادر تطلع. ليه؟ بتطلع الهضبه، اسمها الهضبه، بتطلع بيك فجاه. حد فاهمها ولا مش فاهم؟ انتوا حرين، انا ما بعيدش الحياه دي. حد الهرم يكون على كتله منين؟ من الحجر. لازم ما يجيش يجيب لي الهرم جنب ارض زراعيه كده، ابني تلاقي الارض نازله لازم على صخر. الاهرامات لازم تكون جنب بعضها. معظم المقابر الاهرامات المصريه هرم ملك فلاني جنب، قريبين من بعض. اضلاعه كم ضلع؟ ما تقوليش مثلث بقى، ما تقوليش مثلث، وانما اضلاعه ال4 تواجه الجهات ال4 الاصليه. كم جهه يا معلم؟ جهات ال4 الاصليه هم شمال جنوب شرق غرب. يبقى ناحيه للشمال، فبالتالي ناحيه للجنوب، ناحيه للشمال كده. يعني ناحيه شرق، الناحيه اللي قبلها ناحيه شمال، الناحيه الثانيه الناس كمان. ادي شرق هنا على الطبيعه، ده الشرق بتاعنا،
ده الغرب بتاعنا، ده الشمال بتاعنا الجيزه هنا، اللي عايز يجي يروح الجيزه يطلع الشباك ده ويتوكل على الله. لازم الاهرامات مش لازقه ببعضها زي بيوتكم كده، ده طالع ببارز وطالع، لا الاهرامات لازم تكون ايه؟ جنبها ايه؟ ما تقرا يا ابني، مكان فسيح. لذلك اهرامات الجيزه انت لو رحت يوم مش هتلحق تشوف الاهرام الثالث. ليه؟ انت اصلا على ما تروح وتعمل تلاقي اليوم عدى، مسافه ايه؟ مسافه كبيره على ارض الواقع، اما الصوره بتقرب. ليه بقى؟ لان الهرم ده هيكون جنبيه معبد ومعبد تاني، والملكه هتندفن جنبيه، وفلان مش عارف ايه. يجب ان يكون الهرم بجوار محجر. محجر ليه؟ محجر ليه؟ لان انا مش كل شويه اجيب حجره من اسوان ولا من ايه، لازم ايه؟ اقطع الصخره وارفع. ها يعني محجر يعني ايه؟ مكان واسع اقطع منه الصخره وارفعها. ان يكون قريبا من محاجر تانية بتاع الرخام، قريب من ترى. ليه؟ عشان الرخام الداخلي اجيبه واظبط اموري. فاهمين يا شباب ولا نايمين؟ سهله والله ما انتوا فاهمين حاجه. الحجر ده بيكون جيري. الحجر ده جيري، وفي حجر تاني بيجي من ترى. واضح؟ يبقى الحجاره اللي تعمل بيها الاهرامات، يقول لك ما هو في حاجه وانت بتشرح اسمها ماده الصنع. القصب ده مصنوع منين؟ من خشب، من حجاره. طب نوعها ايه؟ نوع الحجاره حجر ايه؟ جيري. لو مسكتها كده هلاقي فيها بقايا حيوانات بحريه. بحيوانات ايه؟ الله. طب ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ قال لك في العصور القديمه جدا نهر النيل، اسف، البحر المتوسط كان بيصل لحد الجيزه، وهو بيرجع بينحصر، رصب صدف، حاجات بقايا حيوانات ايه؟ يعني من خواص الحجر الجيري ان يكون في بقايا حيوانات ايه؟ بحريه. خلاص نلخص اللي فات. اضلاعه متوجه جهه الاربعه الاصليه. اسوي الايه؟ ها، اقطع الاحجار الايه؟ القريبه من السطح. يعني السطح كده، شفت انت السطح اهو بيبقى دي هشه ازاي؟ اقوم ايه؟ شايل الطبقه اللي ايه؟ الهشه ديت، حتى ايه؟ اختار طبقه ايه؟ زي بتاع الرخام. ليه بتاع الرخام لما يجي له رخام يتنيه ايه؟ الاطراف يظبط فيها كده. ليه؟ عشان بتكون ايه؟ هشه وضعيفه. الهرم مدخله في ناحيه الشمال. يبقى وانت واقف قدام مدخل الهرم ووصلت الحمد لله وربنا كرمك وبصيت للباب، اعرف دي الناحيه البحريه، الشمال. فاهمين؟ باستثناء بتوع الفيوم. بتوع الفيوم في هواره واللاهون جعلوا مدخل الهرم في الجنوب، ودي حاله شاذه. نسال بتوع الفيوم ليه؟ قال لك لان الاهرامات كانت تسرق واردنا ان نضلل اللصوص. نضلل الايه؟ نتعب اللصوص. يعني اللص كده كده عارف ان الهرم لازم يكون فين؟ في ناحيه الايه؟ ها، الشمال. خليناه في ناحيه الايه؟ وفعلا وصلوا اللصوص، وصلوا واقتحموا المقام الاهرامات. فاهم الحته ديت؟ لما تروح هواره واللاهون تلاقي مدخل الهرم في ناحيه الايه؟ حد هنا من الفيوم؟ هواره والفيوم واللاهون الهرم بتاعهم، وخلي بالك ده الحجاره بتاعتهم بالطوب اللبن، يعني مش مبنيين بالحجاره، عشان لما يروح يقول لي ليه؟ لان الحجاره ما كانتش لم تكن متوافره في ذلك الوقت في هذه المنطقه، او الطبقه مش ليست قويه فمش عايز يضغط عليه ايه، او كان مستعي. ادي احتمالات كتير. فالباب غالبا بيكون فين؟ في ناحيه الشمال. ليه؟ لان في نجم في السماء اسمه النجم القطبي الشمالي، ده حاجه خاصه بعلم الفلك. بعد كده بعمل تشييد طريق ايه؟ صاعد. منين؟ من ايه؟ من الوادي. ركز معايا، اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، عشان المعلومه دي مش هتتشرح تاني. الهرم اهو، هنا الهضبه وهنا الارض الزراعيه. الارض دي ايه؟ يعني المساكن. يعني بعمل طريق صاعد يبقى امشي عليه يوصلني لفين بقى؟ للهضبه. يعني طريق صاعد يوصلني للايه؟
زي اللي يدخل من عند نزله السمان كده يلاقي نفسه حد راح الاهرامات وطلع اللي عند ابو الهول كده طريق كده ايه، تحس ان انت يا بابا مش قادر امشي يا دي امشي هو تلاقيه ايه مش قادر تاخد، ده اسمه طريق صاعد. بعد كده هجيب الايه الحجاره، عايز ابني بقى، بعد كده هنقلها لايه ايه الفرق بين رقم 6 ورقم 8؟ ان رقم 6 طريق صاعد على الارض، طريق 8 رقم 8 طريق صاعد اطلع عليه الحجاره، اطلع عليه الايه؟ يبقى الحجاره كانت بتطلع عن طريق اسمه طريق صاعد. في طريق صاعد ده موجود لحد النهارده مع اي هرم، رقم 8 ده مش موجود. فكرته ايه؟ انت بتشوف البنا بيبني، بيجيب الطوبه طوبه 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 يعلى، يعمل ايه تاني بعد كده؟ سقاله. ليه؟ عشان هي ايه؟ المصري القديم ما يعرفش السقاله، عمل ايه بقى؟ بنى لحد هنا، يعمل ممر كده، شفت طريق معاقين، يطلع يزق عليه الحجاره. طيب علا يبعد الايه؟ طول ما يعلى الطريق ايه؟ انت مركزين ولا مش مركزين؟ يبقى طريقه رفع الحجاره عن طريق الصاعد. ايه هو طريق الصاعد؟ ان انا بعمل ممر من ايه؟ من الطوب اللبن او من الحجاره او حاجه او مزايق عليها الحجاره اطلعها اعلى، ابعد الطريق شويه اعلى. طب هل من دليل؟ في دليل لابن الملك زوسر، اكتشفوا الهرم بتاعه وجدوا جنبيه طريق كانوا بيطلعوا عليه الحجاره. قال لك كل علماء الاثار اللي بيكتبوا في الاثار المصريه القديمه اجمعوا انه ما من هرم اتبنى الا وله طريق صاعد بطلع عليه الايه؟ يقول لك كان عن طريق البقر، عارف البقر؟ او الونش او البتاع ده، الكلام ده لم يعرفه المصري القديم. هلو everybody، رجعنا من تاني طبعا بعد انتهاء يوم طالب جامعي في الجامعة وخلصنا. تمام والله كان يوم جميل طبعا بعد ما الدكتور شرح وكل ده. كان يوم جميل الصراحة وكان مليء بالحكايات والمغامرات وكده، والصراحة اتبسطت بيه يعني. وكان فلوج لذيذ. من ضمن ما الدكتور شرح الدكتور أحمد رفعت، أستاذ تاريخ مصر الفرعوني. تمام. وبنهدف طبعا بنهايه الفلوج والاجواء اللي حصلت وبس. يعني الساعه دلوقتي 1:03، ودلوقتي احنا خلصنا الفلوج اهو، وكنت بنهي يعني الفلوج. قولوا لنا بقى تحت في الكومنتات ايه رايكم في الفلوج وعاوزين ايه تاني. تمام. لو في اي حد عنده سؤال في اي حاجه يا ريت يسيب لنا كومنت، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.